اهلا بيكم، انا عمر الحقيقي. طول عمري بحب الافلام والمسلسلات واللعب والحاجات اللي ليها قصه حلوه ويبقى فيها شويه تفاصيل كده. بس مؤخرا بقيت بحس ان انا عايز اتكلم مع حد، عايز اناقش الموضوع ده مع حد، وعشان كده قررت اعمل القناه دي عشان تكون مساحه لينا ان احنا نتكلم ونتناقش. موضوع الافلام ده بالذات بدأ معايا من زمان جدا، من وانا صغير جدا. والدي بيحب الافلام الانجليش جدا، عشان كده أنا في سن صغير جدا شفت افلام كتير زي كاتش مي اف يو كان، زي شاتر ايلاند، زي بيوتيفول مايند، زي سكوت بيلجرام فيرسس ذا وورلد، وده هنجيله قدام. في نفس الوقت كان عايش معانا خالي على النقيض تماما، كان بيحب الافلام العربي جدا. انا فاكر في يومين انا شفت شمس الزاتي كان يخلص كل ما يحاول يقرا على القناه يقوم سايبه تاني. شفت افلام بقى كتير زي دائرة الانتقام، زي الهروب، كل الكلام ده كله شفته وانا سن صغير جدا. الزوجة التانية. وبعدين بدأت اتفرج على اليوتيوب، وكان عندها كمبيوتر من زمان جدا، فبدأت اخش على اليوتيوب وبدأت العب فيديو جيمز. على اليوتيوب قابلت اتنين هما اللي قدموني بقى دخلوني بجد في عمل افلام، واللي هو كان محمود اسماعيل. حتى قبل ما يعمل مريم مونتاج كانت ام اي في بي، وطبعا فيلم جامد. ومنهم قعدت اسمع عن حاجه اسمها كوجنيتيف تريولوجي اتجرأت، فروحت شفت افلامه كلها، شفت مسلسل سبيسد. وانا بشوف لقيت حاجه اسمها سقاط بيلجرام فيرسس وورلد، شفتها واتفاجئت اللي هو ده الفيلم اللي انا شفته زمان. الفيلم اللي انا كنت مستغربه زمان، كنت بقول ايه العبط ده وايه اللي بيضربه ينزل كوينز وكده. كبرت شويه شفت الفيلم وقعت في غرابه، من اكتر الافلام اللي بحبها في حياتي. ومن كام سنة لو أنا فاكر صح كانت 2021 اللي نزل مسلسل سكوت بيلجرام على نتفليكس، مسلسل أنيميتد. أنا يوم الإعلان بتاعه أنا كنت سوبر إكسايتد، كان نفسي ألاقي أي حد أتكلم عليه. قلبت اليوتيوب، كلمت صحابي كلهم، محدش يعرف إيه ده ومحدش مهتم خالص. فمن ساعتها كانت الفكرة في دماغي إن أنا عايز أعمل كوميونيتي، عايز أعمل مجتمع. لما تحصل حاجة زي كده، لما يبقى في ايفنتين زي كده، الاقي حد تاني متحمس عليه. في نفس الوقت في افلام كتير قوي بتنزل بتبقى بي يو سي كلاس، او مش شرط بي يو سي كلاس بس ملهاش اي شعبيه خالص. في منها بقى افلام حلوه، في منها بقى افلام وحشه، وانا ببقى عايز اتكلم معاها مع اي حد وما بلاقيش. فعشان كده قررت الاقي الناس بنفسي ونعمل المجتمع ده. طيب هنعمل ايه بقى في القناه دي او في الشانل دي؟ انا عايز اتكلم معاكم عن القصص، عن قصه فيلم معين، عن قصه مسلسل. ليه الاختيار الغريب اللي البطل ده عمله؟ هل ده منطقي ولا كسل؟ طيب، في سيت كومز برضه ممكن نستكشفها. الكاركتر ارك بتاع شخصيات كتير جدا بيبقى شيق، ممكن نقعد نتكلم فيه شوية. في قصص تانية برضه ممكن ده الموضوع ده نستكشفه قدام، يعني مثلا قصة سايبر بانك، من أكتر القصص الكابتيف، من أكتر القصص اللي أنا اتأثرت بيها. أنا آخر ميشن كنت متأثر جدا. إيه الحلاوة دي؟ يعني وبالذات حوار الفيرست بيرسون، الأول ما كانش عاجبني، بس بعد كده لأ جرو on me. في برضه مثلا زي قصة عثمان ديمبلي اللي لسه واخد البالون دور ده، الابرينجينج بتاعه قصة حلوة جدا. فدي شوية حاجات ممكن نبقى نستكشفها قدام. في برضه حاجة نفسي أعملها، حوار التير ليست. ممكن نبقى نجيب ضيوف ونقعد مثلا نناقش مخرج معين، نناقش كونسبت معين، ونعملها تير ليست. فدي حاجات برضه بإذن الله نستكشفها قدام شوية. بس عجبك اللي أنا قلته؟ شايف إن دي حاجة ممكن تبقى أنت مهتم بيها؟ عندك أي اقتراحات أو عندك؟ اتفضلوا في الكومنتات، ويا ريت تعمل سبسكرايب. وبس كده، سلام عليكم.